تصير العلاقة الحميمة مطلوب مني فيها ايه انا كأنثى. الحقيقة في ناس بتعيش عمر جوازها كله وهي مش فاهمة الطرف التاني عايز منها ايه في العلاقة دي او اهمية العلاقة دي. العلاقة دي مهمة جدا لان الراجل بيعتبرها هي طريقة تعبيرك عن حبك ليه. تجنبك للعلاقة دي او انك مش عايزاها او انك كده بيعتبروا رفض، انك رافضاها هو شخصيا مش بتحبي. طب في العلاقة دي المفروض تتعاملي فيها ازاي؟ هقولك. بصي يا ست الكل، طبعا احنا بنعتمد اغلب الستات على الشكل مهم جدا جدا. تزينك في الموضوع ده كأنك بتقولي له بحبك بتزين لك انت، يبقى الشكل مهم والتزين والجمال ده حاجة مهمة جدا. طبعا الريحة وكل حاجة. طيب 2 شكل بس؟ لا، ويبقى لك رد فعل ايجابي، يعني مشاعرك تبقى حلوه وفي رد فعل ايجابي وفي تناغم وانسجام. حتى لو ده مش حاصل حاولي تعمليه ظاهريا، هيجي معاكي بعد كده. 3 قليل من الجراءه ويبقى كثير بعد كده، خطوه بخطوه. يعني بلاش انا النهارده في علاقه حلال ربنا اداهالي مع جوزي، يبقى انا المفروض اكون على الثقافه وعلى درايه ان الراجل ده ربنا يعني عامل العلاقه دي عشان تبقى الدنيا احسن حاجه بينا وعشان الاسره والنسل. يبقى انا متاح لي ان انا ابقى جريئه، مش عايزاه يروح يدور على الجراءه دي مع واحده تانية بره. حاولي انتي تتخيلي نفسك الواحده التانية اللي بره دي، خليكي جريئة معاه فعلا وقولا. اضحكي معاه، قولي نكتة لطيفة معاه، قولي له كلام لطيف. يعني اشتغلي على نفسك واعرفي ازاي تبقي جريئة. ليها حاجات بنقولها في جلسات الأنوثة عشان الست تفهم العلاقة دي أنجح حاجة فيها تدار ازاي. طيب ايه كمان غير ان انا طبعا انا مش هقدر استفيد في النقطه دي بنقولها في الجلسات الخاصه، لكن انا بقول لكم الخيوط الرئيسيه في الموضوع. ايه كمان في الموضوع ده؟ الموضوع ده كمان تهتمي بعد ما تخلصوا الموضوع ده الاهتمام بالحوار اللي بينكم بعد الموضوع ده يخلص. مش 2 مشي وسابوا بعض، حتى لو الراجل ده طبعه انتي تقولي له طب استنى بس تعالى نقعد مع بعض 5، طب استنى وتدي كومنت لطيف. تمام. الراجل بيحب يشعر انه يعني في عينك كده مصدر سعادة ليكي. اهتمامك بالعلاقة دي مهم جدا جدا لان ده بينعكس على بقية الحياة بعد كده. اهمالك ليها واعتبارها تأدية واجب بيكره